أهلين أخي. هذا ليس الفيلم اللي شغالين عليه. طبعا ما ضروري أحكي لك قديش هالفيلم مهم بالنسبة لنا. هالفيلم بيزرع قيم الزلومية بالمجتمع، ومهم كتير إنك تكون متقن لدور الزلمة، وما حدا فيه يتقن دور الزلمة إلا الزلمة. فلهيك راح نعمل اختبار ورقي نختبر فيه ما إذا كنت بالفعل زلمة أو لا. تفضل. واو بصراحة أنا متفاجئ كثير من النتيجة اللي قدامي. فيك تعتبر إن دور بطل فيلم زلمة يزرع قيم الزلومية صار إلك. اسمع، حاليا راح نبدأ بأول مشهد. المشهد اسمه الصبر. أول ما تطلع من الباب راح تسمع الراوي عم يحكي عنك، وكل شيء بيقوله لازم تمشي عليه بالحرف الواحد. بعرف إني ما أعطيناك نص للمشهد، بس لا تنسى أنت زلمة. خرج الزلمة من الحمام بأكثر شكل زلومي شهده التاريخ، وبعد ذلك بدأ وعندما دخل لها لاحظ أن الغرفة كانت فارغة إلا شوي ففي وسط تلك الغرفة كان هنالك زر مكتوب عليه كلمة انتظر، وبما أنه زلمة كان الصبر أمرا سهلا بالنسبة له، فالصبر صفة زلومية بحت. فانتظر الزلمة، ثم انتظر، ثم انتظر، ثم انتظر، ثم انتظر، وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. حاليا بدنا نصور المشهد اللي بعده، واللي راح يكون بعنوان لا للفضول بما لا يغني العقول. خليك جاهز. في أحد الأيام كان الزلمة يتمشى في أحد الأزقة بطريقة يمكن وصفها بأنه لو رآه رجل عادي لقال "Oh my God", وذلك فقط بسبب كمية الزلومية التي تشرشر منه. وفي أثناء سيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عبارة تقول يمنع الدخول لمن لا شأن له، وبما أنه زلمة ابن زلمة قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه وأكمل طريقه. 1 2 3 نشيد الزلومية ابدأ. هل شاهدتم زلمة في البرار يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما زلمة يعض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم زلمة يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ زلمة زلمة رايح وزلمة جاي، زلمة تتلي بين قطعن الضباع، زلمة رايح وزلمة جاي، زلمة تتلي بين قطعن الضباع. ولك هل شاهدتم زلمة في البرار يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما زلمة يعض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم زلمة يكذب يسرق ويشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ شو عم تعمل هون؟ مانو زلمة. حاليا بدنا نصور المشهد اللي بعده، واللي راح يكون بعنوان لا للفضول بما لا يغني العقول. خليك جاهز. في أحد الأيام كان الزلمة يتمشى في أحد الأزقة بطريقة يمكن وصفها بأنه لو رآه رجل عادي لقال "Oh my God", وذلك فقط بسبب كمية الزلومية التي تشرشر منه. وفي أثناء سيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عبارة تقول يمنع الدخول لمن لا شأن له، وبما أنه زلمة ابن زلمة قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه وأكمل طريقه. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. المشهد هذا راح نغرس فيه قيمة الحكمة. حاول تقدم أفضل أداء عندك. خير الزلمة بين خيارين، كان عليه اختيار أحدهما، إما العلم أو المال، ولكن هذا الخيار أمر بديهي وسهل جدا بالنسبة لأي زلمة، فلذلك ذهب مباشرة نحو باب العلم. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. اجهز بسرعة، هلا في ممثل بده يلحقك، انت بس بعد عنه. وهذا المشهد بدنا نغرس قيمة هي عبارة عن مزيج بين الحكمة والشجاعة.
وفي يوم من الأيام كان الزلمة يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختل، ولكن الزلمية التي فيه دفعته لأن يتفادى القتال. لا بروح امك، بروح امك، لا بروح. حتى آل الأمر إلى أن الرجل المختل قد سقط أرضا من التعب، وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. اسمعني منيح، يمكن هذا أهم مشهد بالفيلم، لازم تستخدم كل ذرة زلومية عن لا قرب يخلص الوقت. المشكلة انه مدة الجيم جام 3 ايام بس، تحس انه لازم يكون اسمه زنقة. بس كان معكم دي ام جي فريك براون ذا بيت، وبس على اليوتيوب اسمه دي ام جي 4. الى اللقاء. المسلم لا يشرب، المسلم لا يشرب شيشة أو سيجارة، شيشة أو سيجارة. لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب